السلام عليكم الاخوان والاخوات المتتبعين بشكور كما كتشوفوا عندي حرير على 2 شهرات. غادي لكم تتمه هذه الخدمه هذه الغوز هنا في هذه الجهه هذه. كما كتشوفوا غادي نركب الحرير على هذا الشكل هذا. كنضربوا الغرزه الاولى وكنردوا داك الغراز اللي خليناهم باش كنطلعوا الزواقه على الموديل اللي عجبنا. كما كتشوفوا كنضربوا في الجنيب بجوج غرزات كنردوهم في الوسط، وهاد الطريقه كتجي زوينه. بالنسبه للاخوات اللي فايت لهم كيخدموا الراندا وكيعرفوا راهم يعرفوا يخدموا هاد الخدمه وتعرفوا تصوبوا الاخوات وتصوبوا في حويجاتكم. وبالنسبه للاخوات اللي عاد كيتعلموا مبتدئات يتبعوا الفيديو من الاول حتى التالي، وان شاء الله غير خص التطبيق ديالها ديروه من الاول التالي راكم تعرفوا تخدموها ان شاء الله نتوما تعلموا. علاش لا؟ حتى حاجه في الدنيا ما صعيبه، اللي بغى شي حاجه راه يوصل لها ان شاء الله باذن الله. عندنا البرد اللي برا كتفلت لي ميديا، والله الا البرد بزاف الاخوات، والله يرحمنا برحمته ان شاء الله يا ربي. ايوا قبلوا على هذا التصوير ديال فرح. ديك اللعيبه اللي كنثبتو فيها التليفون تهرسات ليا، وملي كندير فيها التليفون كيطيح كنخاف يتهرس ليا. ايوا تنعاود نشريها ان شاء الله. دابا راه غير بنتي الصغيره هي اللي كتصور ليا. كما كتشوفوا كنكملوا التطبيق ديال هذه الخدمه هذه، وغادي تتابعوا معي الفيديو ان شاء الله. ودابا نحطكم حتى النهايه ديال القميص وتشوفوا كي داير، وتشاركوني الاراء ديالكم ان شاء الله يا ربي. ولا لا يخطيكم الاخوات الجداد والقدام، واللي مر على هذه القناه يبارطاجي الفيديو فضلا ليس امرا. الله يجازيكم بخير. انا نزلت الفيديو الاول، ماشي الاول كاع، الاول ديال الخدمه راه كاين عندي قديم تقريبا هادي شي 4 سنين ولا 3 سنين. ترجعوا لاشين وتفرجوا في البدايه ديال الخدمه. ولكن هاد الخدمه هذه تتمه فتحه ديال العنق وداكشي راني نزلت لكم فيديو البارح ولا البارح تقريبا البارح، والمشاهده والو طايحه. ما عرفتش بزاف ديال الاخوات اللي كيدخلوا ما كيديروا لا اشتراك لا تعليق لا حتى شي حاجه. ما عرفتش ولا اليوتيوب دابا غير بمسائل تافهه. انا ما كنعممش على كل شيء. بالنسبه للاخوات اللي كيدخلوا وكيقدرونا راه حنا كنشكرهم بزاف بزاف. وبالنسبه للاخوات اللي خصهم مسائل تافهه وشي حاجه ديال التعريه وشي حاجه اللي خاصه بالاستحياء، كنقول لهم الله يسامحكم والله يهديكم. هذا ما كان بحال هاد الناس هكا اصحاب الصناعه التقليديه وداكشي. حنا اللي خصنا نتشجعوا ان شاء الله بعضياتنا ونزيدوا القدام، لان الصنعه راها لا مغنات كتستر، وصنعه شريفه وشي حاجه اللي في المستوى مزيونه ونقيقيه. ايوا وشي حاجه ديال المعاطيه والمعايره هي اللي طالعه في هذا الوقت، هي اللي ضاربه في الطوندوز. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. ولينا كندخلوا اليوتيوب ولينا كنحشموا حق الله الا كنحشموا قدام والدينا ووليداتنا. شي حوايج كنشوفوهم ولينا كنستحيي وندخلوا نشوفوا شي حوايج. انت كتدخل الفيديو في شكل وكتلقى شي حوايج واحد اخرين في شكل. واش كان الله سبحانه وتعالى دار لي هذه القول؟ العقول المتخلفين هي هادو، ما عندنا ما نديرو. اللي عنده ضمير راه كيصوب شي حاجه زوينه، واللي ما عندوش راه كيتبع شي مسائل اللي تسالى الفلوس وتسالى اي حاجه وكيبقى الا وجه الله سبحانه وتعالى والعمل الصحيح. والله يهدينا. العيالات كبار وما تيحشموش، كيلبسوا شي حوايج ملابس تغضب الله سبحانه وتعالى، ويديروا الفيديوهات باش زعما يطلعوا شنو غادي تصرفي ديك الفلوس، شنو غديري بها، غدوم لك. ما عندكم الا وجه الله. ما باغيين الشهره، ولكن الشهره الله سبحانه وتعالى كديروا مع يوم القيامه ويوم عذاب القبر، ويوم يعطيك الله شي حاجه اللي يبتليك بها باش
باش ترجعي لطريق الله اللي ما تنفع فيها لا مال ولا حتى شي حاجه. ايوا الاخوات، عييت بالهضره، كنهضر وصافي، كيحرقني حالي وكنبقى نهضر، ولكن الفيديو ديالي ما كيعجبوكمش بحال هكا. بالنسبه للاخوات اللي كيسمعوني وكيعجبهم داك الفيديوهات المحتوى ديالهم فاشل، بالنسبه لينا حنايا كمسلمين وهذا كتحشموا بالمغاربه وكتبهدلوا بينا، كتحطوا شي حاجه اللي ما كتشرفش المغاربه يعني ناس كرام وناس محترمين وعائلات ممتازين مربين اجيال، نتوما كتحطوا شي حوايج اللي ما كتصلحش كاع بالدين الاسلامي ولا بالمغاربه، وكتقولوا هكا المغربيه كدير هكا المراه لهذا اش من. الله يهديكم، جمعوا راسكم شي شويه، راه معذور ربي بدا يحافينا لا الشا كطيح لا حتى شي حاجه كتجي فوقتها. كلشي ولا كيخدم شي حوايج اللي ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شي كيهضر في الاعراض، شي ما عرفتش الناس جالسين بحال اللي في الحمام، ولكن حنا اللي حماق اللي كنتبعوكم ونديروا راسنا فيكم، حنا اللي كنعطيوكم القيمه باش كتطلعوا. يعني كان كل واحد يشوف شي محتوى ماشي مزيان ما يدخلش ليه، وخلي هاد الناس هادو نشوفوا فين غادي يوصلوا. بالنسبه حنا كنشوفوا كيدخل راجل شيباني كيشوف شي وحده عريانه كتعجبو، كيدخل كيشوف شي لباس متبرج كيلبس، كيدخل يتبع الفيديو، وخصو يمشي الوقيته اللي يكون فيها في الجامع كيكون هاز التليفون حال فمو. ايوا العيالات هادشي والبنات النساء المغربيات كيستغلوا الفرص باش كيطلعوا الفيديوهات ديالهم ويديروا الطوموبيلات ويديروا الديور. هذاك المحتوى هو اللي زوين، هو اللي طالع، اما شي حاجه اللي كتشرف المغاربه وتشرف الدين الاسلامي والله ما كتعجب في هذا الوقت هذا. كنتقاتلوا مع الفيديوهات ونزلوا شي محتوى اللي زوين وشي حاجه اللي يعني غير تبارك الله. شوفوا هاد الخدمه مثلا فنان، يعني هاد الشيء بحال رسم ومرسوم ومحطوط، يعني وشي حاجه في الواقع وشي حاجه زوينه. يعني بنادم كيدخل الفيديو الفيديو منزلاه حرقه عليه دمي وهذا، وفي التالي ينزل شنو داير 16 ولا 19 د المشاهده. حشومه كاع حشومه يعني بنادم في هذا المستوى هذا وينزل شي حاجه اللي كتشرف، شي حاجه يعني الفنان هو اللي ينزل هذا، او فنانه هي اللي تنزل هذه الخدمه هذه وما كتعطيوهاش القيمه. يعني كنزلت شي حاجه بشي كيطمه شو غنقول لكم، شي كيطمه اللي تكون شي ملابس اللي تستحيي ودير شي حاجه اللي ما عرفتش المهم ما عرفت الهضره كتلف لي وكراكم طلعتوا الفيديو. ولكن حنا حشومه علينا، حنا كنخافوا من الله، ما كنخافوش من العبد، كنخافوا من الله سبحانه وتعالى، وكنبغيو ناخذوا شي حاجه اللي حلال ماشي حرام. انا غادي نبقى زايده في هذه القناه ان شاء الله يا ربي، اللي عجبو واللي ما عجبوش. وبالنسبه للاخوات اللي كينتقدوني ولا كيدخلوا عندي في الخاص ويبقاو يهضروا، راكم ما كتهمونيش، انا كيهمني كنمشي بضميري وبراسي. اما شي وحدين اخرين ما كنعطيهمش انا القيمه وما كنعتبرهمش كاينين ولا ما كاينيش. اللي كيعزني كنعزو، واللي ما كيعزنيش ما عندي ما ندير به، ما كيهمنيش. يعني كنتو تعرفوا القيمه ديالنا، تقدرونا وتعطيونا القيمه، ولكن نتوما ما كتعرفوناش حيت نتوما يعجبكم بنادم اللي كيكون يحط شي مسائل تافهه ويقول شي كلام تافه ونهضروا خصنا ندخلوا نقولوا هذه قبيحه، هذه دايره، هذه دارت، هذه فعلت، والله تيطلع الفيديو والله تيطلع بالله. هانتوما ديال الخدمه، كنتمنى هاد الخدمه تنال الاعجاب ديالكم، وسمحوا لي الاخوات اللي عزازين عليا والاخوان ديالي وكلشي اللي كيدخلوا عندي وكيحترموني